شعيرة من الأذكار العظام، ذكر قصير خفيف على اللسان ثقيل في الميزان، وعد من الرحمن ومن رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا قاله من يشكو من ضيق في الرزق فاض عليه الخير وفتحت له أبواب الأرزاق من حيث لا يحتسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكر الله من أعظم وأجل العبادات التي تعمل على تغيير حياة الإنسان بشكل تام، ولها الأثر العجيب سواء على النفس أو الروح أو السلوك. ذكر يعتبر من الدار الثمينة التي تمكن الإنسان من الوصول إلى مبتغاه كيفما كان، سواء للدنيا أو الآخرة أو هما معا. ذكر من الأذكار السامية إذا التزمت بها تنال المغفرة من الله والرضا، ويحميك الله وينجيك من كل هول وشر، ويغير قدرك ويفيض عليك الخير والأرزاق، ويفرج عنك كل كرب وينفس عنك كل هم، وما لا يحصى من الخيرات والفتوحات وعلو الروحانيات. ولعظيم خير هذه الشعيرة هذا الذكر وسمو شأنه جعله الله ذكر يلهج به كل الكون، السماوات والأرض والجبال والملائكة والأنبياء والإنس والجن والحيوانات والطير والحشرات والذرات والجماد. يقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وعجائبه التي لا تنتهي الذكر الذي نجى الله به نبيه يونس عليه السلام من بطن الحوت تغير به القدر، ولولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إشارة واضحة إلى كل إنسان إذا كان في ابتلاء عظيم وخاف أن يبقى هذا البلاء ملازما له طول حياته أو طال به الأمل في هذا البلاء، فالتسبيح وسيلته وغايته هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وهو دعاء موسى عليه السلام ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا يعينه على التسبيح والذكر: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأتته الإجابة على الفور من الله سبحانه وتعالى، وذكر الملائكة وبه ينطقون، والذكر الذي تنال به الرضا ويرضيك الله في الدنيا والآخرة، هو الذي يستشفى به مع ضيق الصدر والترياق الذي تستطب به النفوس. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حتى الرعد يسبح بحمده، كل الكائنات تسبح له، والكون كله يسبح الله، ولكن لا نفقه تسبيحهم. ومن رحمة الله علينا أننا لا نفقه تسبيح الكائنات، فلكل من يبحث عن رضا النفس وراحة البال وطمأنينة القلب والنجاة من المهالك والابتلاءات، لكل من يبحث عن مغفرة للذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، لكل من يبحث على علو شأنه وزيادة وخير الأرزاق عليه وعلى بيته وحتى لعلو روحانيته. وأعظم شيء هو رضا الله، لكل من يبحث على هذه الخيرات فليداوم على التسبيح 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل الغروب، وله طاقة ربانية ونورانية عجيبة لا يتخيل الإنسان مدى قوة أثرها على المسبح لله. وهذه الفائدة ليست مجربة ولكن هدية من خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيادة الرزق وفيض الخيرات عليك وعلى بيتك، لكل من يشكو من ضيق في الرزق وضيق في الصبر. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأل أنه قد ضاق عليه الرزق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت من تسبيح الملائكة؟ فسأله عبد الله بن عمر: ما هو يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله. هذا التسبيح العجيب إذا قاله الإنسان بين أذان الفجر وإقامة الصلاة أو قبل طلوع الشمس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتح أبواب الرزق ويفتح أبواب الخيرات. فإذا لزم أي شخص هذا التسبيح العظيم العجيب تسبيح الملائكة فإنه لا يمكن أن يتخيل الخير الذي سيصيبه والفيوضات والأرزاق التي ستحقق
عليه وعلى بيته بإذن الله وفضل هذا التسبيح، وكل من ضاقت عليه أرزاقه وكل من يعاني من شدة أو ضيق في المعيشة فعليه بتسبيح الملائكة، وبه يرزق وبه ترزق كل الكائنات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المسبحين. سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه. إخواني الكرام، إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تبخلوا علينا بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.